كلنا نعرف أهمية الحديد في علاج الأنيميا، وكمان نعرف قد إيه هو امتصاصه صعب. عشان كده كان بيتوصف معاه حاجة تسهل امتصاصه زي فيتامين سي. ومن مدة بدأ الكلام عن اللاكتوفيرين وبقى بيتوصف مع الحديد. اللاكتوفيرين ده بروتين الحليب، بيكون موجود طبيعي في لبن الأم الإنسان أو الحيوان. بيكون أكبر مخزون ليه بعد الولادة ولغاية تقريبا أسبوع. بيكون مليان بالمضادات الحيوية. اللاكتوفيرين ده عنده قدرة عالية على إنه يمسك في الحديد كمنظم ذكي، لأن الحديد ممنوع يكون حر في الدم. لما بناخد الحديد بيكون امتصاصه صعب، وبيكون محتاج حاجة تشيله وتمسكه وتوديه للمخازن، وده دور اللاكتوفيرين اللي بيمسك في الحديد ومش بيسيبه غير في المخازن بتاعته، سواء الفريتين أو الهيموجلوبين. فبتكون الاستفادة القصوى من الحديد. هو مش مجرد مكمل غذائي، هو كمان مضاد ميكروبي، ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، وبيرفع المناعة وبيعزز نمو البكتيريا النافعة، وبيحسن صحة الأمعاء وبيقوي جدارها. في هرمون أساسي كمان بيتحكم في المنظومة دي اسمه الهيبسيرين. ده بيتصنع في الكبد، هو المفتاح الرئيسي والأساسي للتحكم في الحديد في الجسم. وظيفته هي فتح وقفل بوابات الحديد. اللاكتوفيرين هو اللي بينظمه ويمنع ارتفاعه ويفتح مسارات الحديد سواء للامتصاص أو للتخزين. لما بيزيد نتيجة السمنة أو الالتهابات أو الأمراض المزمنة والعدوى المتكررة أو تناول الحديد بالفم لجرعات عالية، تتقفل البوابات ويتحبس الحديد جوه الخلايا، يعني يمنع خروج الحديد ويقل امتصاصه. كمان يتحبس فما يخرجش من المخازن بتاعته وما يوصلش النخاع ويقل الهيموجلوبين وتحصل الأنيميا لو كان مخزون الحديد كويس. لأن الأنيميا وبالذات الخاصة بنقص الحديد مش مجرد نقص حديد بس، لكنها اضطراب في التوازن بين الامتصاص والتخزين والالتهاب والهبسيدين، وده دور اللاكتوفيرين. وكمان بالنسبة للأنيميا اللي مصاحبة للالتهابات، هو بيتفوق على الحديد لأنه بيعالج السبب الأساسي اللي هو ارتفاع الهبسيدين. وبالنسبة لأنيميا الحمل هو آمن وبيدي نتائج أفضل من الحديد. ليه مناعتنا بتتحسن وبتزيد مع اللاكتوفيرين؟ في العموم البكتيريا والفيروسات لما بتدخل جسمنا بتكون محتاجة حديد علشان تنقسم وتتكاثر، لكن اللاكتوفيرين بيكون ماسك في الحديد ومش بيسيبه غير في الأماكن الصح بتاعته، ومش بيديه للبكتيريا، فالبكتيريا مش بتنقسم ومش بتتكاثر، فبيدي فرصة لخلايا المناعة بتاعتنا إنها تشتغل، فكأنه بيشتغل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، عكس الحديد التقليدي اللي بيزود نمو البكتيريا الضارة. بالنسبة لبكتيريا الأمعاء النافعة الميكروبيوم، فهو له قدرة فائقة على إعادة توازنها. لما يقل الحديد عن البكتيريا الضارة تزيد فرصة البكتيريا النافعة في النمو، وبيحمي بطانة الأمعاء ويقلل الالتهابات وتهيج القولون، ويقلل مشكلة تسريب أو نفاذية الأمعاء، فيتحسن الهضم ويقل ألم البطن ويقل الانتفاخات. هو حارس للأمعاء، يحميها وينظم البكتيريا ويحسن امتصاص الحديد ويقوي المناعة وبالتالي الصحة بشكل عام. في الكبد هو بيساعد الكبد وبيقلل الالتهابات وبيحسن حساسية الأنسولين وبيقلل الدهون ويقوي المناعة وينظم الحديد ويحمي الخلايا، لأن الحديد الحر من أهم أسباب التهاب الكبد. 70% من جهاز المناعة بتاعنا موجود في الأمعاء، يعني هو بيقوي المناعة، إما إنه بيمنع دخول الميكروبات ويوقف تكاثرها ويحمي الأغشية المبطنة للفم وللأنف وللأمعاء، وبيقلل المواد الالتهابية، بيهدي استجابة المناعة الزايدة ويحمي الأنسجة من التلف بسبب الالتهابات. اللاكتوفيرين أصبح جزء معتمد في بروتوكولات علاج الأنيميا بسبب تعديل الهبسيدين، تحسين امتصاص الحديد وخفض الالتهاب ودعم المناعة. أمان ممتاز، بس ما يغنيش عن الحديد في الحالات الشديدة، لكنه بيخلي الحديد يعمل بكفاءة أعلى. بيحتاج من 4 ل 8 أسابيع لإظهار نتائج واضحة. الصورة كده بقت واضحة. علاج الأنيميا مش بيبتدي بالحديد، لكن بيبتدي بالأمعاء وبالمناعة. وعلاج المناعة مش بيبتدي بالمضادات الحيوية، لكن بيبتدي بإصلاح بيئة الجسم، وده دور اللاكتوفيرين كأداة تصليح وحلقة تربط كل الأنظمة ببعض وتعيد للجسم توازنه الطبيعي.